السلام عليكم. النهارده احنا جايين نحكم في فايت ما بين سماعتين من اقوى السماعات في الفئه الاقتصاديه، وهما الوحشين دول الانكر ساوند كور ار 50 اي والاورايمو فري بادز 3 سي. واللي كل سماعه من دول انا كنت عامل عنها مراجعه، هتلاقيها موجوده عندك هنا في الاي اللي فوق. ممكن تروح تسمع الفيديوهين التانيين وبعدين تيجي تحكم هنا في المقارنه، وممكن تكمل معايا المقارنه وبعدين تسمع كل فيديو لوحده ومنفصل. ولو انت هتكمل معايا المقارنه فما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، ويلا علشان نبدا في الفايت. من الحلبة المربعة معانا النهاردة حرب تقنية قوية لملوك سماعات الفئة الاقتصادية، وهم ساوند كور ار 50 اي من انكر، والتانية الفري بادز 3 سي من اورايمو. تابعوا الفايت وخمنوا النتيجة، مين هيكون الكسبان. راوند 1. وراوند 1 دي احنا هنتكلم فيها عن التصميم. كل سماعه من دول جايه بلغه تصميم مختلفه عن التاني، فاحنا هنمسك واحده واحده ونقارنهم ببعض. وهنبدا بالانكر. الانكر جاي بشكل شبه مربع وجسم مطفي بالكامل، مع حفر اللوجو شركه ساوند كور في جسم السماعه كده من فوق، والجزء اللي فوق ده مفصول علشان السماعه بتتفتح لفوق زي شكل فتح علبه الخاتم. وديو ماري مي. ولكن الجزء اللي فوق من السماعه دي ما فيهوش مغناطيس، وكمان عندنا حته دلدول كده عشان تمسك بيه السماعه. دلدول دي وحشه، مش بروفيشنال. يعني مش لازم الدلدول، مش لازم يعني الدلدول ها. بس اللي غريب في التصميم ايه دي ايه دي. بس لو هنتكلم يعني بجد عن دي لازمتها ايه، انت ممكن مثلا تعمل سماعه كده او كده او كده او كده. اما بقى عن الاورايمو، جايه بشكل شبه بيضاوي، اصغر واقل في الارتفاع وفي العرض كمان. ودي وبجسم برضه مطفي بالكامل، مع خط كده بس لامع حوالين الكيس بتاعي. وعندنا 3 لمبات عشان تبين لك الشحن بتاع الكيس. وكده اتكلمنا عن التصميم، تعالى بقى نتكلم عن الخامات، الحاجه اللي ممكن تفرق شويه. بالنسبه برضه للانكر فهي جايه بخامات كويس، خامات ما فيهاش استرخاص قوي، بس قوي دي علشان هي مقارنه بمين؟ بالاورايمو. الاورايمو جايه بقى بخامات ممتازه، خامات باين عليها جدا انها امتن، والسماعه فيها شبه تقل صغير كده محسسك ان فعلا خامات السماعه الثانيه دي احسن. ومش بس احساس، هي بالفعل خاماتها احسن من سماعه الانكر، وتحديدا في الجزء اللي فوق اللي بيخليها تفتح زي علبه الخاتم. وديو ماري مي. وكل الكلام ده بقى كان بالنسبه للكيس بتاعه السماعات. ولكن بقى بالنسبه للسماعه نفسها، بالنسبه لخاماتهم يعتبر واحد. اما بقى بالنسبه للتصميم فالاثنين برضو يعتبروا طول واحد، ولكن سماعه الاورايمو ارفع شويه واتقل بفرق بسيط. ولكن بقى الحته اللي ممكن تهمك ان في سماعه الاورايمو انت التاتش عندك في الحته ايه؟ في الحته اللي بتلمع اللي موجوده هنا دي. ولكن سماعه الانكر انت عندك التاتش في الدراع كله من اول الدراع لاخره. فبصراحه دي تفصيله ممكن تفرق معاك شويه لو انت بتستعمل التاتش يعني كتير. وبالنسبه للاير تيبس بتاعت السماعات، فعندنا الانكر بتيجي بالاير تيبس العاديه اللي هي الجلده او الكاوتشه دي اللي بتدخل في الودن. اما الاورايمو بتيجي بنفس الجلده دي، وممكن تشيلها كمان وتستعمل السماعه زي سماعات ابل الايربودز. ولكن مشكله الجلده دي بقى انها مش عمليه تمام. يعني انت ممكن مثلا تكون بتقلع السماعه فتلاقيها اتعلقت في ودنك، تعمل اي حركات كده تفصلك منها وتخليك تقلعها. ولكن هم بصراحه اصلا ضاعوا مني كلهم، فانا بقيت ماشي بالسماعه بالجزء اللي هو البلاستيك ده اللي انا ما بحبوش اطلاقا. شفت اطلاقا ده يا محمد؟ تعبيرات. فبصراحه خلاصه الراوند دي ان سماعه الاورايمو هي الكسبان، وده لعده اسباب. اولهم وهو ان التصميم اصغر والخامات احسن، ولكن الاير تيبس حافظ عليهم جدا لانهم مش اكتر حاجه عمليه. فايت. راوند 2. في الراوند الثانيه دي احنا هنتكلم عن اهم حاجه بتميز السماعه، وهي الصوت. الصوت هو تقريبا اهم حاجه في السماعات، واكتر حاجه بتهمك لو انت اصلا بتشتري سماعه. ولو هنبدا بالانكر فانت هتسمع تريبل مظبوط بالشعر، وكمان عندك بيز قوي جدا بيخبط في ودنك حتى لو انت مش مفعل اي مود من الايكولايزر اللي لسه هنتكلم عنه في الابلكيشن. يعني انت لو مشغله على البيزك خالص، البيز بتاعها قوي جدا. وكمان الصوت عالي لدرجه انت ممكن اصلا ما تكونش محتاجه بالعلو ده، انت ممكن تقلله درجه او درجتين علشان تكون تمام يعني مع الصوت. طب بقى بالنسبه للاورايمو، الاورايمو لو انت بتسمع بيها الصوت لوحدها هتقول سماعه كويس، ولكن لما تقارنها مع الانكر انت هتلاقي فرق كبير جدا. وكمان انا قلت بلاش اكون منحاز لاحدى السماعات، فخليت اخويا يجربهم معايا وبرضه لاحظ نفس الملاحظه. البيز اخف بشكل كبير، وكمان التريبل انت مش قادر تحدد الصوت من بعضه كده. وبالنسبه لعلو الصوت فهي صوتها كانك منزل درجه او درجتين من سماعه الانكر. يعني هي صوتها عادي، ولكن في بعض الاوقات انت هتكون محتاج صوت ازيد من كده، ولكن طبعا مش هتلاقيه لان ده اخر حد الصوت بتاعه. هتقول لي طب ما خلاص، طب ما انت كده كده برضه ممكن
ممكن يكون عندك هنا ايكولايزر بالفعل موجود، ولكن مودات الايكولايزر اللي هنتكلم عنها برضو في الابلكيشن الموجوده في سماعه الاورايمو ما بتحسنش الصوت، بالعكس هي بتزوده سوء. هتقول لي طب ما انت عندك البيز اب ما تشغل. هقول لك انت حتى لو مشغل البيز اب في سماعه اورايمو ومشغل سماعه الانكر على الستاندرد بتاعها، هتلاحظ برضو ان البيز في سماعه انكر اعلى بفرق ملحوظ من سماعه اورايمو. فعلشان كده الراوند دي اللي هيكسب فيها وبجداره هي سماعه الانكر. تريبل مظبوط والبيز عالي والصوت عالي لدرجه انت ممكن ما تكونش محتاجها كمان. وكمان عندك الكاوتشه اللي بتعزز الصوت، وعمليه هنا لان هي جايه بالشكل ده بس مش جايه بشكلين زي الموجود في سماعه الاورايمو. فايت. راوند 3. ونيجي بقى للراوند الثالثه وهي برضو حاجه مهمه قوي، وهي المايكات. على الرغم ان انا ما بفضلش خالص انك تستعمل المايك بتاع السماعه وانت في ايدك موبايلك، ولكن هي برضو جزئيه مهمه لازم نتكلم عنها وبتفرق مع ناس كتير جدا. وكل سماعه من دول فيها ميزه بتعزز لك الجوده بتاعه المايك. بالنسبه لسماعه الانكر عندنا خاصيه اسمها الاي اي كلير، بتحسن لك الصوت كده بالاي اي. اما بقى بالنسبه لسماعه الاورايمو فانت عندك فيها 4 مايكات فعليين، على عكس النسخه اللي كانت قبل كده كان فيها مايكين، دلوقتي بقى 4 في النسخه الاورايمو فري بادز 3 سي. طب ما علينا بقى من المميزات والمايكات والحاجات دي، مين صوته احلى؟ من رايي من قبل ما تسمع الصوت السماعتين صوتهم كويس. الانكر انت هتحس فيها بصوت غلواشه كده في الاصوات المرتفعه او الحروف المفخمه زي مثلا حرف الخاء والغين، الحروف اللي هي الضخمه دي هتحس فيها بدغواشه، وانت برضه هتسمع الصوت وهتحكم عليه. وده تسجيل من سماعة الأنكر ساوند كور ار 50 اوم. الصوت ده متسجل من سماعة الأنكر ار 50 اوم. اما بقى الاورايمو فانت بتحس فيها بتصفير في بعض الحروف زي السين والصاد والحاجات دي، بتحس فيها بصوت تصفير صغير كده. فتعالى بقى انت اسمع برضه صوت السماعتين واحكم بنفسك. ده تسجيل من سماعة الأورايمو فري بادز 3 سي. الصوت ده متسجل من سماعة الأورايمو فري بادز 3 سي. انا من رايي ان السماعتين مرضيين جدا في جزئيه المايك. لو انت شايف حاجه غير كده ممكن برضه تعرفني تحت في الكومنت. راوند 4. بالنسبه لراوند 4 هي حاجه برضو بتاكد لك على تجربتك للسماعه بشكل افضل، وهي جزئيه البطاريه. البطاريه في السماعه ما بتقلش اي تميز تماما عن الصوت والمايك، لان لو السماعه بطاريتها مش كويسه وصوتها حلو فانا هعمل بيها ايه لو فصلت مني اصلا. وهنبدا في الجزئيه دي باول سماعه وهي الانكر. الانكر بتدي لك 10 ساعات استخدام للسماعه نفسها، ومع البوكس بتديك 30 ساعه. شاي معاك شاي، شاي ماشي شاي. اما بالنسبه للاورايمو فهي بتدي لك 8 ساعات استعمال للسماعه نفسها، وبالبوكس بتدي لك 36 ساعه. طبعا الجزئيه دي ممكن يكون فيها خلاف، ولكن انا بعد البحوثات والتدوير الكتير وكده توصلت لحاجه، ان السماعه نفسها لازم تقعد في ودنك لاطول فتره ممكن. فاحنا عندنا اللي كسبان بفرق صغير في الجزئيه دي هي الانكر. انا ما اعرفش ايه هي الحاله اللي انت هتتحط فيها تخليك تستعمل السماعه ازيد من 8 ساعات اللي هي موجوده في الاورايمو، ولكن لو هتستعملها ازيد من 8 ساعات فانت هيكون عندك الانكر هي المميزه. وتوضيحا بس للجزئيه دي، هو لان مش اغلب الناس بتبقى مثلا محتاجه السماعه اكتر من يوم بره البيت، فانت عندك السماعتين يقضوا لك اكتر من يوم بره البيت بالبوكس، ولكن السماعه نفسها الانكر هتتميز شويه بانها بتقعد لك 10 ساعات على عكس الاورايمو اللي بتقعد 8 ساعات بس، وهو يعني فرق مش كبير كده كده. فانت يعني ايه ما تدقش في التفصيله دي قوي. اما بقى بالنسبه للشحن، السماعتين بيتشحنوا بمدخل تايب سي، وبيتشحنوا في ساعه الا ثلث تقريبا، والاثنين جاي معاهم الوصله بتاعتهم في الكرتونه، وبتقدر تشحنهم من مدخل لابتوب، مدخل ريسيفر، مدخل اي حاجه تكون بتطلع فولت قليل. فمن رايي ومن راي شات جي بي تي ان الكسبان في النقطه دي هي الانكر. فايت. راوند 5. بالنسبه بقى للراوند الخامسه، الراوند الخامسه دي هنقدر نقول عليها كده ايه جزئيه المميزات، وتحديدا كسماعه انت ما بتكونش محتاج منها مميزات قوي قد ابلكيشن حلو. وعندنا الابلكيشن القوي جدا وهو الساوند كور من انكر. هو تطبيق الواجهه بتاعته جامده بصراحه، بيظهر لك شحن السماعه نفسها من غير البوكس، موجود عندك جيمنج مود شغال كويس جدا، وانا عن نفسي بستعمله لما بلعب اي لعبه على الموبايل. موجود عندك الكنترولرز عشان تقدر تعمل لها كاستمايزيشن على حسب احتياجك ليها، وموجود عندك الفايند ديفايس علشان تقدر تلاقي السماعه لو ضاعت منك زي ما كنا شرحنا في فيديو السماعه نفسها. وموجود عندك الايكولايزر اللي انا عايز اتكلم عنه شويه. الايكولايزر جاي لك فيه 22 بريسيت، برضه انا كنت قلت الكلام ده في فيديو السماعه نفسها، ولكن نرجع ونقوله تاني. البريسيتس دي بص كل بريسيت باسمها بتعمل لك الحاجه اللي مكتوبه بيها بالظبط. عندك مود كده اسمه تريبل بوستر بيعمل لك تعزيز للتريبل، وبالفعل بتلاحظه في الجزء اللي هو اسمه ايه. وعندك جزء اسمه البيز اب برضه بتلاقيه بيعزز لك البيز وبيخلي البيز كده بيخبط في ودنك، وبتلاحظ ده وانت بتستعمل السماعه. عندك كمان مود تقريبا اسمه ار اند بي او حاجه شبه كده، ده بيعلي لك البيز
بشكل كويس برضو احسن من البيز اب كمان. اما بقى بالنسبه لسماعه الاورايمو، هي موجود فيها ابلكيشن اسمه الاورايمو ساوند، واللي واجهته برضو ظريفه، بيظهر لك شحن السماعه، وكمان عندك هنا في 3 لمبات في السماعه نفسها عشان برضو تعرفك شحن الكيس. عندك برضو الكنترولز عشان تقدر تعمل لهم كاستمايزيشن، وللاسف ما عندكش هنا الفايند ديفايس، ولكن عندك برضو ايكولايزر. الايكولايزر في سماعه الاورايمو انا مش عايز اعيب فيه والله، بس هو موجود فيه 5 مودات بس، على عكس 22 مود في البريسيتس بتاعت الانكر. الخمس مودات دول ما فيهمش غير مود واحد هو اللي حلو، وهو البيز اب، ولكن الشركه حاطه لك جزء كده عشان لو انت عايز تعمل مود لنفسك، ولكن ده شريحه رفيعه جدا من الناس هي اللي بتعرف تستعمله. انا عن نفسي ما بعرفش استعمله تماما، ولا بعرف اخصصه بالشكل المظبوط. فانت كنت تحط لي اكتر من بريسيت، او على الاقل الخمسه بريسيتس. يا عم ده احنا قلنا في الانكر 3 بريسيتس بس من 22 بريسيت هم اللي انت ممكن تستعملهم بشكل كويس، فانت كنت تحط لي عامل الخمسه دول بشكل افضل من اللي هم محطوطين بيه. يعني هم فيهم بس الهيفي بيز هي اللي كويسه، وباقي المودات ما انصحكش اصلا انك تجربها، فعلا بشعين بشعين لاقصى درجه ممكنه بصراحه. ولكن ده ما يعيبش السماعه، لان انت عندك جزء كستمايز لو انت عايز تخصص لنفسك شكل معين، ولكن هتحتاج انك تفهمه شويه. فبصراحه اللي يكسب في الراوند دي هي سماعه الانكر، لان فعلا الابلكيشن بتاعهم مميز. عندك جزء الفايند ديفايس علشان لو السماعه ضاعت منك، والموقف ده حصل معايا انا شخصيا مره. وكمان عندك 22 بريسيت ادائهم ممتاز جدا، اذا كنت انت شخص بروفيشنال او لا في موضوع الصوتيات هتعرف تستعملهم، يعني لانهم كده كده متخصصين عندك، وموجود فيها نفس المميزات الموجوده في الاورايم. وكمان عندك في الابلكيشن جزء الجيمنج مود وشغال كويس برضه. فنهايه الراوند دي احنا عندنا الانكر هي اللي كسبانه بجداره، بسبب ان الابلكيشن بتاعهم فعلا مميز. وتقريبا انا ما شفتش حد ما بيشكرش في الابلكيشن ده، على الرغم من انه ناقص منه جزء انك تعرف شحن الكيس نفسها، ولكن ده بالنسبه لي مش مهم قوي قد باقي المميزات زي الفايند ديفايس وال 22 بريسيت، اللي انت لو شخص بروفيشنال او لا هتقدر تستعملهم لانهم اصلا متخصصين عنه. Fight! Final round. وفي الراوند الاخيره بقى انا هقول رايي عن السماعتين كمجمل. السماعتين دول انت لو قارنتهم ببعض قصاد بعض كده هتكون ميال اكتر في الملمس او ماسكه السماعه للسماعه الاورايمو، لان حجمها اصغر، هتشيلها وهتتنقل بيها اسهل بكتير جدا من سماعه الانكر اللي حجمها فعلا اكبر. ولكن هي فرحتي بالتصميم في مقابل كل المميزات التانيه، فعلشان كده انا لو هرشح لك سماعه في الاثنين دول فهي هتكون الانكر. Fight! وبس كده. لو انت لسه مكمل معايا الفيديو اللي عندي دلوقتي انزل اعمل سبسكرايب ولايك، قول لي برضو رايك تحت في الكومنتات في الفيديو، وقول لي رايك ايه احسن سماعه من دول. لو معاك سماعه منهم برضو عرفني تحت في الكومنتات. انا انصحك انك تروح تتفرج على فيديو كل سماعه لوحدها بصراحه، علشان برضو تقدر تحكم بشكل نهائي. وبعد ما تحكم عرفني تحت في الكومنتات انت اخترت اي سماعه من دول، ولو معاك واحده فيهم برضو عرفني تحت في الكومنتات. يا ريت ما تكونش نسيت تعمل لايك وسبسكرايب، ولو انت مكمل الفيديو اللي عندي دلوقتي فاشكرك انك مكمل الفيديو اللي عندي دلوقتي. وبس كده.